نكرم ابن اليمن البار المبدع الذي أحيا التراث اليمني، واللي يعني حقيقة أوصلت صوت اليمنيين من خلال مونديال قطر إلى الملايين. شكرا لك يا ملاطف. الله يبارك فيك. أنا أقول إنه باسم كل اليمنيين إحنا نعزك ونقدرك ونحترمك، وأنا هنا أحييك كما البقية هنا يحييك ويشكروك. وكما قلت إحنا نجتمع اليوم لنشكر ونكرم مبدع من مبدعي اليمن، دورة في إبراز التراث الشعبي اليمني، ملاطف الذي أحدث يعني حالة من الجمال، من الإبداع، حالة يونيك من الفرح والسعادة في مونديال قطر 2022 من خلال عزفه المتفرد لدقة البرع اليمني. أنت فعلا أحييت هذا النوع من الإيقاع ونلت إعجاب كل اليمنيين، وإن شاء الله مستقبلا ستصل إلى العالمية. بحكم ان انا قريب من ملاطف يمكن بالفتره الماضيه، للاسف يعني الكثير يتكلم ما يعرفش بقيمه انه الانسان يجي يمثل بلده، بقيمه انه الانسان يبذل جهد ووقت ومال، ويمكن بعض الاحيان يبذل بعض الكرامه عشان ان العلم اليمني يرتفع في محفل عالمي مثل مونديال كاس العالم قطر 2022. كنت قريب من ملاطف واعرف ظروفه جيدا، ولهذا انا اتوجه بالشكر الجزيل للسيده توكل كرمان على هذا التكريم الذي يعتبر تكريم لنا جميعا.